جديد، فرصة يمكن أن تزداد مع كل مباراة، وبالتأكيد الدفعة الأولى تكون من مباراة اليوم. مع كل مباراة يمكن أن يزداد الأمل وترتفع الطموحات والثقة تزداد بمرور المباريات، لكن كل ذلك مرهون بالبداية في هذا اللقاء. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. خطيرة هذه الكرة، يلعب كرة بينية، فرصة لتحول هجومي سريع، وجد طريقة للمرور، وهذه الفرصة يجب أن تسد. خطيرة جدا، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز، ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. هجمة مرتدة رائعة، بمجرد الحصول على الكرة تيك تاك، ثم بعد ذلك يصلون لمرمى الخصم. يلا جول، تشتيت الكرة، لمسة بينية، وصلت الكرة الآن، احتفظ بالكرة في مكان لا يجب أن يحتفظ فيه بالكرة. هنا يجب أن يسدد، أن يضرب، أن يخلص في المكان الصحيح. رائع جدا في توقع مسار الكرة. والبينية تبحث عن المنطقة. دياز، يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم. يا له من سوء حظ. عنده حلول كثيرة لهذه الركنية بسبب أفضلية الطول. يبعد الكرة إلى بر الأمان. موهبة كبيرة، فنيات عالية، حريف. الآن فرصة لهجوم معاكس. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. يونغ مين سون، تمريرة جميلة الآن، لعبة رائعة الآن. يمر ويلعب كرة بينية. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. أندريا كامبياسو، انطلاقة كانت جريئة، لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. فودين، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. رودري، برشلونة يواجه معضلة. هل يغامر من أجل التعادل قبل نهاية الشوط أم ينتظر تصحيح الأوضاع بين الشوطين؟ أي دفاع في هذا اللقاء، دفاع حديدي بالفعل. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يلعب كرة على اليسار، البينية حلوة الآن. نشوف الآن تحول هجومي سريع، لم تكتمل فرصة، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. يحاول تمريرها من بين المدافعين. هل تمر الكرة؟ كرة إلى الجناح، تمريرة لم تكن دقيقة. يا لها من موهبة، شوف راح لوين. تصدي رائع جدا من الحارس. نهاية 45 دقيقة أولى. شوط أول شفنا فيه هدف وحيد. بالتأكيد هذه النتيجة ليست حاسمة لكنها. Substitution for Barcelona. Number 13, number 20, Neymar. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. لم يبقى الكثير من الحلول على الفريق أن يسعى إلى الهجوم. لم يتبقى إلا شوط واحد من أجل العودة في النتيجة. يمكن القول في الدقائق هذه فرصة، يمكن القول أنها كارثة على الفريق. أراوخو، ميكيل ميرينو يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعبها في المساحة.
عدت الكرة، بلوك دفاعي فودين يحاول مجددا والهدف يأتي. هذه هي الإثارة، هذه هي المتعة، هذه كرة القدم وروعتها. كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية. كانت هناك مساحات في الدفاع، نجحوا في استغلالها بشكل رائع، وصلوا للمرمى بسهولة بعد ذلك. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. برشلونة نجح في النهاية في تفادي الخطورة. تسديدة في اتجاه المرمى، برونو فرنانديز، رونالدو، فودين يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يتغير الاتجاه نحو اليسار، توغلوا فاتنا، لديه مساحة هنا. كرة خطيرة الآن، يلعبها في المرمى، جول. انتهى كل شيء بهذا الهدف، مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. ميلان افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال الفرصة والهجوم والمرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. سيطرة تامة على مجريات اللقاء الآن. برونو فرنانديز، كرة إلى الأمام، بكل ثقة يقطع الكرة. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. فرصة سانحة للتسديد، دياز تصطدم الكرة في القائم، ضاعت فرصة الهدف الرابع. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم، والرأسية في هذه الأوقات. فرصة من جديد، يا إلهي، جول بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة. انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. هو صاحب آخر لمسة ومن حق الاحتفال حتى لو غيرت الكرة من مسارها. يا إلهي، هاتريك جميل، هذا الهاتريك اللي يؤكد لك قيمته، نجومية هذا الموهوب. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر الكرة الرأسية. يا إلهي على كرة، على فرحة، على لقطة جميلة، على هدف خيالي. من يوقف ماكينة التسجيل؟ هل يرحمون الخصم بعد هذه الأهداف أم هناك المزيد؟ هذه ليست مباراة، لأنه بصراحة المباراة معناها يكون في تنافس من أي نوع. اليوم كانت سيطرة من طرف واحد، مباراة في اتجاه واحد. انتهت المباراة. برشلونة عانى من خسارة مذلة في مباراة اليوم، لا أحد يريد أن يتذكر ما حدث هنا. درس قاسي جدا للفريق بكل أمانة. هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور بالتأكيد.